أبو محمد أحمد بن علي بن يوسف الصومالي المعروف بأحمد خليفة. ولد أحمد سنة 90 و900 من قومية الدر، وكان في مسقط رأسه مدينة لوقا جنانا بإقليم جدو جنوب غرب الصومال، حيث ترعرع فيها قرابة 6 سنوات من عمره، حيث كان يتقلب ما بين البادية ومدينة لوق. غادرت أسرة أحمد من إقليم جدو إلى إقليم بنادر في مقديشو عاصمة الصومال، ومنها بدأ رحلته التعليمية، كما هو دأب الصوماليين الذين يهتمون بتحفيظ أبنائهم القرآن واهتمامهم الشديد بالتعليم. كان أبو أحمد علي يوسف إبراهيم المعروف بعلي شفير، كان حافظا لكتاب الله عز وجل، وكان يدرس ابنه القرآن الكريم ويعتني به في البيت. ثم لم يلبث الأمر حتى اندلعت الحروب الأهلية في العاصمة، والتي أدت إلى أن يكون الأب علي شفير أبو أحمد جريحا مصابا. التحق أحمد بمدرسة عمه شيخ أحمد يوسف، حيث واصل رحلته التعليمية مع القرآن. وفي نفس ذلك الوقت التحق أحمد بمدرسة أبو حنيفة الإعدادية والثانوية في محافظة وابري، حيث بدأ الدراسة بعد الاختبار في الصف الثالث الابتدائي. ثم اندلعت الحرب مرة أخرى بين حكومة الرئيس عبد القاسم صلاح حسن والثوار المناوئين له، فتحولت أسرة أحمد مرة أخرى إلى محافظة أخرى، حيث أكملت دراسة الإعدادية والثانوية في مدرستي بارباء وأبو بكر الصديق سنة 27 و28 للميلاد، حيث أسس مدرسة معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن الكريم. نجح في تلك المدرسة العديد من الطلاب والطالبات، وكان إماما في مسجد عبد الله بن مسعود في طرقلي. وغادر أحمد بعد حصوله على شهادة الثانوية إلى مدينة بوصاصة في شرق شمال الصومال، حيث أصبح مدرسا لمواد متنوعة فيها. ثم رجع أحمد إلى عاصمة الصومال، والتحق بالجامعة الإسلامية في مقديشو، حيث درس فيها الدراسات الإسلامية، فأكمل 8 مستويات خلال 4 سنوات. ثم أصبح مدرسا لمادة الحديث التي هي من تخصصه، وأصبح مدرسا بمدرسة الإمام الشافعي لمادة التربية واللغة العربية والخط، وذلك بعد نجاحه بامتحان القبول للمدرسة، حيث أن النظام المقرر لدى المؤسسة عند توظيفهم للمعلمين أن يكون المدرس ناجحا ومتقنا في عمله، وصار قدوة صالحة لطلابه، كما نحسبه إن شاء الله تعالى. سجل الشيخ أحمد برنامج الماجستير لجامعة البطانة في السودان، حيث تمت له وكتب رسالته العلمية في الماجستير بعنوان الأحاديث التي سكت عنها الحافظ في كتابه بلوغ المرام، جمعا وتخريجا ودراسة، والتي سيناقشها في الشهر القادم إن شاء الله تعالى كما هو مقرر.